بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. البامية وجمالها بقى زي ما انتم شايفين يا جماعة، موسم البامية بدأ. كل سنة وانتم طيبين. البامية ديت من الأكلات الصيفية الجميلة اللي كل ما بنحتار في الصيف نعمل ايه نعمل بامية. وطبعا نظرا للحالة الاقتصادية الفظيعة عملنا جنبها بقى بتنجان مخلل، وعملناها من غير لحمة ومن غير فراخ. أول حاجة كان عندي دهون كده من اللحمة أو حتة ليا، سيحتها وشلت اللي باقي منها بعد التسييح، صفيتها وخليت المادة الدهنية السايحة بس. وبدأت أخرط بصلاية كده زي ما انتوا شايفين. هحمرها فيها، مش هنحمرها، لا هنشوحها بس. احلى حاجة ان انتي ما تحمريش البصلة، ما تعمليش التقلية بتاع زمان والتسبيكة الجامدة دي. لا، هنشوح البصلاية كده ونخليها تدبل يا دوب. البامية بقى الجميلة اول موسمها هنقمعها كده تقميعة كويسة ونغسلها غسلة كويسة. انا بغسلها الاول وبعدين اقمعها. زي ما انتوا شايفين هنفضل نشوح فيها لحد ما تبدأ تبقى شفافة بسيطة كده، وداخلة في نص تسوية كده، او في التشويحة الاولى ليها كده. تتشرب بقى مع التوابل الجميلة دي، ملح وفلفل وبهارات لحمة وبابريكا، ولو مش عندك بابريكا مفيش مشكلة. انا عايزاكي تعمليها باقل التكاليف. مكعب بقى مرق الدجاج هيفرق معاها جامد، وهيديني بقى الطعم اللذيذ اللي ممكن استغنى بيه عن اللحمه او الفراخ. صلصه من التلاجة من عندي اللي انا كنت مصلصاها من قبل كده، يا دوب فكتها كده وبدات احطها عليها، وكله بيتشوح مع بعضه، والريحه يا جماعه دمار. قرن فلفل بقى حامي، ده حسب الرغبه طبعا، لو مش بتحبيه حامي حطيه بارد. نص معلقه توم وشويه كزبره ناشفه. هنقلب كل الحاجات دي مع بعضها كده، تبدأ تتكتك بقى وتغلي كده على النار. زي ما انتوا شايفين هغلي مية، مش هحطها باردة. هنغلي مية ونقوم حاطينها عليها. انا ما عنديش شوربة ولا عندي لحمة ولا عندي اي حاجة. هنعملها قرداحي وهناكلها وهنحمد ربنا وهتبقى جميلة، وتبقى أكلة اقتصادية وجميلة. شوية بشوية بقى، كل شوية أكشف عليها كده بدأت تدخل في طور التسوية. استوت خلاص وغرفناها زي ما انتوا شايفين، شكلها تحفة. شوية رز أبيض جنبها كده، وبتنجان مخلل بطريقة جميلة أنا كنت عاملاه في القناة قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعه. وطعمها كان رائع يا جماعة، ولا لحمة ولا فراغ، برغيف عيش بلدي كده أو بشوية رز هتعمليها وهتأكلي ولادك وهتشبعوا، وهتبقى أكلة زي الفل. نعمل الأكلات الجميلة. اعملوا لنا لايك، انتوا لسه ما عملتوش لايك لحد دلوقتي. اعملوا لنا لايك يا جماعة. اللايك ديت اللايك ده بيرفع الفيديو وبيخلي غيرك وغيرك وغيرك يشوفوا. بالعيش بالرز هتبقى جميلة جدا. جربوا كل حاجة، اعملوا في البيت. مش لازم لحمة ومش لازم فراخ، خلينا ناكلها قرديحي كده ونعمل أكلات اقتصادية. زي ما انتوا شايفين طعمها رائع جدا، والبتنجان معاها بقى انتوا عارفين البامية يعني جنبها بتنجان كده مملح ومخلل. ما لقيتش يومها بتنجان بلدي عملته من الرومي. هنعمل أكلات اقتصادية كتير، جربوها إن شاء الله هتعجبكم. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.